على باب المنازل يا هجر، نتابع المرسول لأرض الجان بسلف القبيلة، والمسك والعنبر لنور الفاضلة مثل القمر والعطر يسطر، ونهديه للفتاة الفاضلة ذي أنفها كالسيف محجوبة بياسن والقمر والصاد والصافات، والقرآن ذي الله أنزله بنت الأكابر من خيار الجان ذي ربي ذكر، وبنت زيد الجيد يا ربي تزيده ودله، من جيش نمرا شيخ ذي لغار ذي لمح البصر ذي ينصف المظلوم بحكم العدل، لا شيء مشكلة. أخي المستمع الكريم، هذه القصيدة من كلمات الشاعر عبد الفتاح غالب حاتم من أهالي قبائل آنس بخلاف حمير بيت حاتم قرية هجر، وهي موجهة إلى شيخ الجان الشيخ نمران حاكم الجان، والقصيدة تحكي وتعبر ما فيها، وهي قصيدة شكر.
شيخ نمران انت عند الكل كل له شكر من انسها والجانية مغوار قود القافلة وبيت حاتم من زعيم من الجل كلنا اعتذر وطالبين العفو منك في الحجج دي حاصلة وبيت حاتم من زعيم من الجل كلنا اعتذر وطالبين العفو منك في الحجج دي حاصلة والشرع والمنحة معه أنا انتهت وفي ما قصر أما ولد غالب ثعاب ده ما يجد شيبة ولا والشرع والمنهى معه أنا انتهت وفي ما قصر أما ولد غالب ثعاب ده ما يجد شيبة ولا حتى ولو وقع في أمي ما درس شي في الصور وانت وفت له بعد ما أديت الحري وفضله هذا هو الواقع وعاب وانت فاهم بالخبر وختمها صلوا على أحمد ذي إلهي فضله هذا هو الواقع وعاب وانت فاهم بالخبر وختمها صلوا على أحمد ذي إلهي فضله شجعني وحكمني وقايم بالوفاء وقلت بترجاه عهدي ما وصلني بالجفاء يوم شغل المزمار في الشريه بيده والقفا لانه قلت الحافظ خطيب الفاضله قالت وفا صاحت وجايه له زندناها بليدي والقفا ما تعرفوا قصه ولا انتو قايم لي بالوفاء جبناه نص الليل وكنا حلم في نومه غفا واحنا تكاتفنا قضيتنا وعبده ما درى اما انتكم يا الانس من يؤمن بقلب المصطفى لموا على الملعاب من المصبر وكل نهترى وحافظ المظلوم حبيب الفاضلة ما زاد بوا نكست صاحبكم بصم اسود ومزماره طفى. عزيزي المستمع الكريم هذه الكلمات من شيخ الجان عمران وهي جوابا على قصيدة الشاعر عبد الفتاح غالب أحمد حاتم من أهالي قبائل آنس بخلاف حمير بيت حاتم قرية هجر.